شلون لو خزيان الخبيوه بطولة خدتها شباب بس اجي اعمار الدية من 13 ل 8 صار شباب مشيخة اي بطولة ارباجي خلال اربا شنة كل شنة يؤدي لها ان شباب تمشيخة تيمون من الخزخلة او تقرير خزيان. غزيلا من نوخ الخزان الخبيوة او افتتاح كما السودانة وغزيلا كما فرق من امرانه اسراء امرانه تقريبا دون مشاركه قدوا بطوله شباب تيلا من اعمار 13 ل 8 صار تيمون من شو خزخ اول طلته وافتتاحيه ديا بطوله. هي بطولة إلى بطولة شباب للمسيح الرابعة، فإلى منظمة لجمعية شباب للمسيح إلى بطولة شباب الناشئين دي لآني ذهب قيامة دي لمستقبل دئيتا. فأكيد كرة قدم رياضة بصورة عامة أني جميع شباب ديان الإخذاذ وأكيد إلى خمن دي كلش إيجابي تا كل إيتاثا مو فقط رياضيا وإنما روحيا ونفسيا همين تطبلتي من جو بيثة تريد هاوي على الأقل تحت أحضان الكنيسة دائما. فبطولة إلى مشرك بقاوة دخلت خروخ عندكم افتتاحية شكل أنت تود لي رابا جمعية شباب للمسيح إنه إلى تقريبا 10 فرق مشاركين. طبعا هاي البطولة تصير للمرة الرابعة مثل ما ذكرنا، بها هدفين. الهدف الأول ترسيخ مبادئ المسيحية في حياة الشباب عن طريق كرة القدم، وأيضا الهدف الثاني تجمع الشباب ونستهم، هذا الشيء مهم. طبعا 10 كنائس مشاركة بهاي البطولة من طوائف مختلفة، وهذا احنا دائما نشجع عليه انه نلعب كرة قدم تحت سقف واحد مهما كان طائفتك من اي كنيسة انت. وايضا هاي البطولة راح تصير تقريبا 3 أسابيع راح تدوم، وان شاء الله الموفقية للجميع وهارد لك للجميع اكيد. يعني مثل ما تعرف حضرتك كنت موجود بالبطولة السابقة، حصلنا على المرتبة الأول، واحنا مشاركتنا بهاي البطولة من أجل إنجاح بطولة شباب من أجل المسيح هو أهم شيء، وإن شاء الله نقدم مستوى أفضل من المستوى في البطولة السابقة، وإحنا جايين كنا عزم إنه ناخذ المركز الأول مرة ثانية. خلية بطولة إنه شمة إنه معادي شباب بوي تمشيحة وكلش مستمتعين بالبطولة بشكل خمرية طلبة إنه ناش من خلال البطولة لها فقط طوبة، بل ناش إنه يدي مريا وبوي علاقة من مريا وقري كلمة مريا وايد مندي كلش مهم له. بشكل خمرية للبطولة وبشكل لجنة منظمة
وغزيلا خزيان المخبة أي بطولة شباب المسيح تيلا من أعمار 13 ل 8 صار شنة وغزينا افتتاحية ديوكما وسدنتا وطالتا قميته تيلا بين أرمناي وأمرد مار إيليا خزيان المخبة من أخن سرقون يوسف قنيتا عرقيتا سورييتا بغداد.